السلام عليكم. دلوقتي هناخد قراءة الملفات باستخدام مكتبة بندس. كنا شفنا موضوع قراءة الملفات قبل كده وتعاملنا مع أنواع مختلفة من الملفات زي السي اس في فايل والإكسل فايل والتكست فايل. بس المرة دي هنتعامل مع الملفات باستخدام مكتبة بندس. احنا عارفين إن كتير من الملفات بتكون في صيغة سي اس في فايل اللي هي كوما سيباريتد فايل، والنوع ده أشبه ما يكون بالإكسل، بس بفصل بين البيانات وبعضها باستخدام كوما. وطبعا ينفع نحول من والى السي اس في والاكسل بسهوله. فمعظم البيانات اللي الناس بتتعامل معاها بتكون في صيغه سي اس في فايل، وبالتالي بنهتم اننا نشوف ازاي نقرا ونكتب في الملفات دي عن طريق بايثون وبطرق مختلفه كمان. فاحنا هنا هنتعامل مع الملفات سواء كانت تكست فايل او سي اس في فايل او اكسل فايل باستخدام مكتبه بندس، باعتبار ان احنا عندنا داتا سيت. الداتا سيت ديت انا مخزنها في سي اس في فايل ومسميه فيرست يير دوت سي اس في فايل. ولو عايزين نشوف محتوى الداتا سيت نقدر نضغط دبل كليك على الفايل بتاعنا ونشوف محتوى البيانات اللي جواه. انا عندي داتا سيت مكونه من 150 صف وست اعمده، بتحتوي على انواع مختلفه للايرس اللي هي الظهور والحاجات دي، وده الاي دي، ده السيبال لينس، وده السيبال ويتس، ودول الست اعمده اللي قلت لكم عليهم. ولو فضلنا نازلين هنلاقي اخر صف عندنا هو الصف 151، وبحكم ان انا بادئ من الصف رقم واحد فده ايه، او الصف رقم اتنين، فده بالنسبه لي هم 150 صف. ده هي الداتا ست ايه، الداتا ست بتاعتي. طيب، أنا دلوقتي عايز أقرأ محتوى الفايل ده باستخدام البايثون، وبالأخص باستخدام مكتبة بندس. في الأول خالص هروح أستدعي المكتبة عن طريق الأمر import pandas as bd. هنا بستدعي المكتبة وبديها اختصار اسمه bd زي ما احنا عارفين من قبل كده. بعد كده بعرف متغير اسمه df، حيث دي اف ده عباره عن ايه؟ اسم المكتبه دوت ريد اندرسكور سي اس في. لما اقول له اسم المكتبه دوت ريد اندرسكور سي اس في، ولو جيت بعدها قلت له دوت، هيقوم هو لوحده مديني كل الدوال المتعلقه بقراءه الملف اللي انا عايزه ده. بس انا هنا مش هقول له دوت، انا هنا هدي الداله بتاعتي المسار اللي متخزن عليه الفايل اللي انا عايز اقرا محتواه. لو خدنا بالنا هنا، الفايل بتاعي موجود فين؟ موجود على البي سي، على البارتيشن جي، على فولدر اسمه بايثون، واسم الملف بتاعي فيرست يير دوت سي اس بي. هاجي هنا هلاقيني برضو مديله نفس المسار اللي متخزن عليه الفايل بتاعي. بس ناخد بالنا، لو انت خدتها كوبي من هناك على الكمبيوتر، لو قمت جاي هنا كده على الكمبيوتر بتاعك وقمت واخد الحاجات دي كوبي، هنلاحظ حتى ان فوق هنا في باك سلاش واحده. لما جيت انا حطيت المسار هنا حطيت اتنين باك سلاش، لان لو حطيت باك سلاش واحده البايثون مش هيعرف يقرأ. وفي الحاله دي انا استخدمت الداله اللي اسمها ريد سي اس في. هذه الداله موجوده داخل المكتبه اللي اسمها ايه، المكتبه اللي اسمها بانداس. الداله دي بتحتاج مني ايه، بتحتاج مني المسار اللي متخزن عليه الفايل بتاعي، لانها هتريد، هتروح تقرا محتواه. وفي الحاله دي لما اقول له برنت الدي اف، كاني بالظبط بقول له بعد اذنك اعرض لي محتوى الملف اللي متخزن في المتغير اللي اسمه دي اف. وفي الحاله دي لو جيت كده قمت قايل له اعمل لي رن للجزئيه دي، هيروح يعرض محتوى هذا الفايل. اكبر بس كده الشاشه بتاعتنا عشان تبقى البيانات ظاهره كويس اهو. ناخد بالنا ان الفايل بتاعي كان بيتكون من ست اعمده، ادي واحد اتنين تلاته اربعه، وهنا الخامس والسادس لان حاطط الدوت، و150 صف بداوا من صف زيرو، وعند اربعه ده اربعه عمل لي دوت دوت دوت، وبعد كده بدا من 145 لغايه 149، وقال لي في الاخر انت الداتا بتاعتك بتتكون من 150 صف وست اعمده زي ما احنا شايفين كده بالظبط. طيب، ماذا لو أنا عايز أقرأ فقط أول خمس صفوف من هذه البيانات أو من هذا الفايل بتاعي؟
بقول له برنت اهو اسم المتغير بتاعي كان اسمه دي اف، لان الدي اف هو المتغير اللي كان شايل محتوى الفايل بتاعي. واقول له دوت هيد، واقول له دوت ايه، دوت هيد. لو قلت له دوت هيد وقمت فاتح قوس وقافله كده وسكت، معناها ان انا بقول له بعد اذنك اعرض لي اول 5 صفوف من محتوى هذا الفايل. وفي الحاله دي لما اقول له رن، انا طبعا قايل له برنت الدي اف كله، اعرض لي المحتوى الفايل كله، وبعد كده هات لي اول 5 صفوف. لو جيت هنا كبرت الشاشه بالشكل ده اهو، هكبر كمان شويه، كمان شويه، زي ما احنا شايفين كده قدامنا بالظبط. في الاول عرض لي محتوى الفايل ككل زي ما شفنا في المره الاولى، وتحت قام عارض لي ايه، قام عارض لي اول 5 صفوف لان انا قلت له دي اف دوت هيد. طيب لو عايز اعرض حاجه معينه برضو تانية من الفايل، لابد ان انا احدد الحاجه اللي انا عايز اعرضها، واقول له اعرض لي دول بالتحديد فقط، انا مش عايز غير دول. يعني مثلا لو انا حابب اعرض اول 20 صف من الملف، شوف انا اهو قلت له امبورت، انا استدعيت المكتبه وقلت له ده هو القديم، ما غيرتش حاجه. يعني الامر ده الدي اف بيساوي اسم المكتبه دوت ريد، وقمت مديله المسار برضو اهو، اوريك اهو المسار اللي متخزن عليه الفايل بتاعي، لا اكتر ولا اقل. وقمت قايل له تحت ايه، برنت دي اف دوت هيد اوف 20. معناها ان انا بقول له بعد اذنك اعرض لي اول 20 صف من الفايل بتاعي. في الحاله دي لو جيت كده وقمت عامل رن او اف 9 عشان اعمل رن يعني للجزئيه دي من الكود، هيقول لي خد يا عم ادي اول 20 صف من الايه، من الفايل بتاعك اهو. يو من 0 لغايه 19، ادي الصف اهو، البدايه الصف 0، وطبعا الاعمده كلها زي ما هي لان انا عايز اعرض كل الاعمده، وقام عارض لي الصفوف من 0 لغايه كام؟ من 0 لغايه 19. يبقى لو انت عايز تحدد حاجه هتقول له اسم الملف او اسم المتغير اللي شايل الفايل بتاعك دوت هيد، وتقوم قايله ايه انت عايز قد ايه من الصفوف اللي هي موجوده داخل الفايل بتاعك. نلاحظ ان الاندكس في الطبيعي بيبدا من صفر زي ما احنا شايفين اهو، الفايل بتاعنا بادئ من صفر لغايه 149 لو انا عايز اعرض المحتوى كله، او من صفر لغايه 4 لو انا عايز اعرض 5 صفوف، او من صفر ل 19 لو انا عايز اعرض 20 صف. يبقى الطبيعي ان الاندكس بيبدا من زيرو وبينتهي بانتهاء البيانات او غايه ما انا بحدد له احنا محتاجين كام صف. طيب لو حابين نغير في الاندكس، نقول له خلي لي الاندكس ده بحاجه تانيه، اعمل ايه؟ تعالى اقول لك هتعمل ايه. import pandas as bd، مفيش حاجه اتغيرت. بعد كده بعرف متغير اسمه داتا، هو عباره عن ايه؟ بي دي دوت ريد السي اس في، ما غيرتش برضه حاجه. وبرضه قلت له المسار اللي متخزن عليه الفايل بتاعي اللي انت هتروح تقرا محتواه هو المسار القديم اللي انا بقول لك عليه ده. كويس جدا. وقمت قايل له كوما، وقلت له اندكس كولز هو عباره عن سيبل ويتس سي ام. خد بالك بقى، هنا انا بقول له ايه، هنا انا اديت الداله بتاعتي اللي اسمها ريد سي اس في المسار اللي هتروح تقرا منه الفايل. وقمت قايل له بعد كده خد بالك ده الاندكس او المفتاح بتاعك هو عباره عن اسم العمود اللي اسمه سيبال ويتس. لو خدنا بالنا كان احد الاعمده او اسماء الاعمده اللي موجوده في الفايل اهو اسمه سيبال ويتس، سيبال لينس سي ام، وسيبال ويتس سي ام، هو ده. فانا بقول له ايه، بقول له هنا بعد اذنك انا عايزك تعرض لي محتوى الفايل ده، بس ما تخليش الاندكس من زيرو لغايه نهايه الفايل، لا خلي لي الاندكس هو عباره عن مين، هو عباره عن اسم العمود اللي هو اسمه ايه، سيبال ويتس سي ام. وفي الحاله دي لما اجي اعرض البيانات واقول له اعمل لي رن، شوف ايه اللي هيحصل. انا هاجي بس اكبر كده ايوه العرض شويه عشان خاطر الداتا تبان اهو. ناخد بالنا ايه اللي حصل بقى. اللي حصل هنا ان شوف، خلى الاندكس هو عباره عن مين؟ هو عباره عن السيبل ويت سي ام. يبقى أنا هنا قدرت اغير اسماء الاندسيز او اسماء المفاتيح او اسماء الصفوف، واخلي اسم الصف هو عباره عن مين؟ هو عباره عن اسم عمود معين موجود داخل الايه؟ داخل الجدول بتاعي او البيانات بتاعتي. طيب لو احنا عندنا بيانات معينه وعايزين بقى نعمل لها حفظ على الكمبيوتر، احنا في المرة الأولى شفنا ازاي يبقى عندنا فايل، والفايل ده له محتوى معين،
والمحتوى ده شفنا ازاي نعرضه عندنا في شاشة الكونسول بتاعة البايثون. لا، انا عايز اعمل بقى العكس. انا عايز يبقى عندي مجموعة من البيانات، ومجموعة البيانات دي انا عايز اخدها اسيبها عندي على الكمبيوتر بتاعي، كما لو كانت سي اس في فايل او تكست فايل او اكسل فايل. بس الاول خلينا نبدأ بالسي اس في فايل. على سبيل المثال، باعتبار ان عندنا داتا فريم خاصة ببيانات الطلاب، والداتا فريم دي فيها المواد بتاع الطلاب دول ودرجات، ايه والدرجات بتاع كل طالب في هذه المواد. واحنا عايزين نخزن البيانات دي عندنا كما لو كانت سي اس في فايل. نعمل ايه؟ خلينا الاول نكون الداتا فريم بتاعتنا. في الاول هنعمل ايه؟ في الاول هنروح نكون الداتا فريم بتاعتنا زي ما اخدنا او عملنا قبل كده بالطريقه العاديه. ولما نخلص ونكون الداتا فريم، هقول له اسم المتغير اللي شايل الداتا فريم بتاعي ده دوت، واقول له تو سي اس في دوت. هنا شويه كنت بقول له ايه؟ دوت ريد السي اس في. لا، هنا بقى انا عايزه ايه؟ يخزن في السي اس في، فهقول له ايه؟ دوت تو سي اس في. بس برضو قبل ما نتكلم في التفاصيل ناخد بالنا من حاجه. لابد الاول تتاكد ان الفايل بتاعك اللي انت هتخزن فيه هذه البيانات غير موجود. طب لو كان موجود وانت هتخزن فيه البيانات، هروح يعمل لها اوفر، هروح اعمل لها ايه؟ اوفر رايت. فانا بقول له خزن في الفايل اللي اسمه سكندير دوت سي اس بي اهو، سكندير دوت سي اس بي. انا هقوم رايح حازف هذا الفايل اهو، عملت له شيفت ديليت زي ما احنا شايفين كده. ليه؟ لان انا عايز اخليه هو اللي يروح ينشئ هذا الفايل. انا عايزه هو اللي ينشئ هذا الفايل. وفي الحاله دي بقول له ايه؟ import pandas as bd. حلو جدا، انا هنا بستدعي المكتبه بتاعتي. بعد كده بقول له ايه؟ دبليو هي عباره عن اسم المكتبه دوت سيريز. سيريز ديت احنا فاكرين كانت بتاخد ايه؟ كانت بتاخد ست من البيانات، او كانت بتاخد ديكشنري. كانت بتعمل في ايه؟ كانت بتحوله لمصفوفه مفهرسه. فده الديكشنري بتاعي. بقول المفتاح فيه هو ايه وبي وسي ودي واي، والقيم بتاعتهم هي واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وهكذا مع الاكس ومع الواي ومع الزي. وبعد كده قلت له انا بعرف متغير اسمه جريدز، حيث الجريدز ده هو عباره عن مين بقى؟ هو عباره عن البي دي دوت داتا فريم. هنا انا بقول له بعد اذنك انا عايزك تكون لي الداتا فريم بتاعتي. وهقوم قايل له ايه؟ الداتا فريم دي بتاخد ديكشنري هي كمان. الديكشنري ده اسماء المفاتيح فيه، او المفاتيح فيه هي عباره عن اسماء الاعمده. المفاتيح فيه هي عباره عن مين؟ هي عباره عن اسماء الاعمده. بقول له بعد اذنك الداتا فريم اللي انت هتكونها سمي الاعمده فيها ماس وفيزيكس وفرنش وكيمستري. طب ما هي الفاليوز او القيم بقى بتاعت هذه الاعمده؟ هياخدها من المتغيرات اللي انا بعرفها قبل كده. قيم الماس هياخدها من الدبليو، وقيم الفيزيكس هياخدها من الاكس، وقيم الفرنش هياخدها من الواي، وقيم الكيمستري هياخدها من الزي. وبعدين بقول له اعرض لي هذا الداتا فريم. وبعدين بقول له عرف لي، خد الداتا فريم بتاعي ده وقول له دوت تو سي اس في. هنا هيروح يخزن الداتا فريم في ملف سي اس في على المسار اللي انا قايل له عليه ده. طالما قلت له اسم الداتا فريم بتاعتي او المتغير اللي شايل الداتا فريم بتاعتي دوت تو سي اس في، يبقى هيروح يخزن الداتا فريم بتاعتي في ملف سي اس في على المسار اللي انا قايل له عليه ده، على جي، على بايثون، على، والفايل بتاعها هيسميه سكندري دوت سي اس في. تمام كده كويس. وفي الحاله دي ناخد بالنا ان احنا رحنا على المسار وتاكدنا ان الفايل مش موجود. حلو كويس جدا. وبالتالي لما اقول له اعمل لي رن للجزئيه دي من الكود، هيقول لي والله يا عم انا عرضت لك الداتا فريم اهو، لان انت كنت عايزها اصلا، فانا عرضتها لك. دي الداتا فريم بتاعتك اهي اللي انت عايز تكونها، زي ما احنا شايفين بالشكل اللي هو قدامنا ده. اسماء الاعمده هي عباره عن الماس والفيزيكس والفرنش والكيمستري زي ما شفنا قبل كده بالظبط. والاندسيز هي عباره عن ايه وبي وسي ودي وايه، والداتا اللي انا خدتها من المتغيرات بتاعتك اللي هي الدبليو واكس وواي وزي. طيب لابد اروح بقى على المسار بتاعي واشوف هل فعلا هو راح سيف لي البيانات دي في فايل اسمه سكندير دوت سي اس في ولا لا. اه، عملها اهو. وفي الحاله دي لما اضغط عليها دبل كليك، هلاقي البيانات بتاعتي
اتكونت ومحطوطه في فايل اسمه ايه سكندير دوت سي اس في، وبنفس البيانات اللي انا مديها له في الداتا فريم بتاعته. زي ما احنا شايفين اهو راح كون لي داتا فريم بهذا الشكل زي ما احنا شايفين. فهنا انا بشوف ازاي اخليه يخزن الداتا فريم اللي انا كونتها في فايل سي اس في